أعلن جهاز المساحة والتسجيل العقاري عن تدشين إفادة لملكية العقار الإلكتروني لجميع طلبات التسجيل العقاري، التي تعد خطوة مهمة تعكس التطور في سرعة إنجاز إجراءات تملك العقارات وإتمام المعاملات الحكومية والمصرفية المرتبطة بها، بهدف الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين والمستثمرين. وفي هذا السياق أكد المهندس عمار راشد الخشرم مدير عام التسجيل العقاري في جهاز المساحة والتسجيل العقاري خلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أكد أن الإفادة تصدر بشكل مباشر. طبعا هاي الإفادة الملكية عبارة عن إفادة تصدر مباشرة بعد دفع الرسوم التسجيل العقاري. فبمجرد صدور هذه الإفادة المالك يكون قد استوفى جميع متطلبات التسجيل وهو المالك الفعلي للعقار، وبناء عليه يقدر ينهي جميع إجراءات الحكومية أو أغلبها، بالإضافة إلى المصارف وكذا خدمة ما يحتاج الوثيقة الأصلية، ممكن ينهي خدماته بالإفادة اللي في يده حاليا. ومن ضمنها هي أن موجود فيها أيضا QR كود يقدر من خلاله أن يتابع إجراءات وثيقته الأصلية إلى أين وصلت. صدور هذه الإفادة هي بمثابة الوثيقة تملك، فما حد يقدر ينتزع هذه الوثيقة من المالك إلا بحكم القانون.